يا جماعه عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى الفيديو هيكون نصايح للبنات المحجبه، سواء محجبه او مش محجبه، بس البنات لازم تسمع الفيديو ده عشان هيبقى حلو جدا يعني، وهتستمتعوا بيه. بالنسبه لشكلي، شكلي جميل وامور. ويا جماعه كل فيديو، كل يومين، كل 3 ايام هينزل لكم فيديو، ماشي. وقبل ما نبدا فيديو النهارده متنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناه، وتفعلوا زر الجرس، وتدوسوا على كلمه اول عشان يظهر لكم كل جديد. وبس يلا بينا نبدا. نتكلم عن اللبس ده للمحجبات او مش للمحجبات. اللبس لازم يكون مش ضيق، مش يكون اللي هو ماسك على جسمك كده يخليكي ان انت ايه، فاش تكوني محجبه. انا اما اتحجبت، انا قبل ما اتحجب اصلا ما كنتش بلبس اللي هو الحاجات اللي هي بتبقى الضيقه اللي ماسكه على الجسم ديت، لا خالص. انا كنت بلبس برضو واسع عادي، بس انا حبيت اللبس الواسع جدا يعني. انا بعد ما اتحجبت بقيت بلبس حاجات طويله زي ده اهو، حاجات طويله، مبقتش بلبس اللي هو الضيق والحاجات ديت. اصلا قبل ما اتحجب ما كنتش بلبس ضيق برضو. بقيت لابسه طرح جميله، وما كنتش ما بينش شعري، وبروح المدرسه برضو لابسه الطرحه، ما بلبس بنطلونات ضيقه. انا بلبس على البلوزات اللي هي عامله شبه الفساتين اهو اهو اهو، شوفوا واسعه وجميله وشكلها حلوه. وعلى فكره البنات المحجبات او غير محجبات عادي يلبسوه، حلوة جدا، وبصراحة يعني شيك جدا. ويعني انت المفروض اصلا ان انت تبقي لابسة واسع، مش اللي هو الضيق، عشان يعني مش عارفة اوصفها لكم ازاي، بس بتبقى ضيق، بتبقى ماسكة على الجسم، فبتبقى شكلها وحشة. وبس يعني يلا بينا ندخل على النصيحة بقى. هتكون ان البنت لازم تكون صوتها مش اللي هو عالي، لا صوتها يكون عادي. استنى هظبط بس الكاميرا. ظبطت الكاميرا يا جماعه وجيت لكم هنا، وشي واضح كده. لازم البنت تكون صوتها مش اللي هو بيبقى عالي وتزعق ويبقى صوتها عالي كده، لا لازم البنت تكون صوتها مش عالي، لا يبقى صوتها في المدرسه بره البيت ما تضحكش بصوت عالي، ما تضحكش بصوت عالي، ما تزعقش في الشارع، ما تعليش صوتها اصلا، وتبقى صوتها كده، وتتعامل مع المدرسين بأدب، مش اللي هو تزعق لهم وكده، انت كده تترفدي من المدرسة اصلا. وما لهاش دعوة بالولاد. هقلع بس البتاعة دي عشان مضايقاني. ملهاش دعوة بالولاد. لازم يكون صوتها كده ايه اللي هو مش عالي، ما تصوتش وما تعليش صوتها، ولازم تكون صوتها هادي خالص. يلا بينا نخش على النصيحة بقى. ان انتي يعني لازم تكوني ماشية في الشارع خط مستقيم. يعني انا ماشية اهو، ماشية في الشارع مركزة في طريقي، لا اكلم حد ولا قرايبي ولا اي حاجة. لو صاحبتي ماشية معايا عادي اتكلم معاها، بس بصوت واطي، بصوت واطي. يعني انا اضحك معاها، اهزر معاها، بس ما تهزريش مع حد اصلا انتي ما تعرفيهوش. ما تهزريش مع ولد، عمرك ما تهزري مع ولد ولا ليكي دعوة بالولاد اصلا. لازم بس تكوني ايه، ما تكلميش حد في الشارع. انتي ماشية في طريقك خط مستقيم، مالكيش دعوة بحد، لا حد يكلمك ولا تكلمي حد. بس بس يعني قصة بقى في المدرسة قبل ما اتحجب. كانت السنة اللي فاتت انا كنت في تانية، انا السنة دي داخلة رايحة رابعة. كنت في تانية بقى، وكانت معايا بنت، يعني اقول لكم اسمها ولا لا؟ لا مش هقول لكم اسمها، هنسميها مثلا هما 2 بنتين. كانت البنت ديت كانت تحسيها ايه يعني على قدها شوية، بس احنا بقينا صحاب. وهي لو بتتفرج على الفيديو ده، انا بحبك قوي، بحبك جدا. اصل انا بتعارك مع صحابي
نرجع نتصالحوا تاني عادي خالص، ولا اكن حصل اي حاجة. بصوا يا جماعة، انا كان معايا بنت كده، كانت معايا في الفصل، كنت بحبها شوية، احبها وشوية لا، شوية احبها وشوية لا، شوية احبها وشوية لا، ثانية، شوية احبها وشوية لا، شوية احبها وشوية لا. وبصوا جات علينا بقى كده مرة كرهنا بعض جدا، كرهنا بصوا بعض بطريقة غبية. احنا كرهنا بعض لدرجة ان احنا كانت بتشتمني، فانا ما كنتش عارفة اتصرف، كنت عبيطة، كنت هبلة، كانت بيضحك عليا بأي حاجة. كنت جاية بقى عادي خالص، احنا اصلا بنبقى عدوين، عدو، هي كانت العدوة بتاعتي. احنا كنا اصلا ما بنحبوش بعض، ما بنطقوش بعض، ما هي لا بتطقني ولا انا بطقها. بس احنا دلوقتي بحبك جدا، لو انت بتتفرجي على الفيديو ده انا بحبك، وهي بصراحة اكتر صاحبة وقفت معايا في تالتة بجد، يعني بجد. البنت ديت بقى كنا بنتعاركوا كتير، يعني في حصة هنسموها ار، البنت الشريرة هنسموها ار. بصوا انا هقول لكم اسمها وخلاص وهريح دماغي، كان اسمها حنين بجد. ديت بنت طيبة جدا، انا لما عرفتها وقعدت معاها لقيت ان هي طيبة جدا وحلوة جدا. لكن احنا كانت بقى معاها بنت تانية اسمها سارة ديت، الاتنين يعني مش بيفهموا في العربي قوي، عادي. انا مش بتنمر عليهم ولا حاجة، بس هما مش بيفهموا في العربي وما بيعرفوش يكتبوا. ده لازم تبقى كده لازم نعملها، يعني لازم يعني لازم. وانا بقى كنت مش عارفة، كنت عبيطة، انا في التانية كنت عبيطة وكنت هبلة وكان بيضحك عليا كتير، يعني انا ما كنتش فاهمة هما بيعملوا كده ليه. انا عملت لهم حاجة؟ استنوا، انا ما عملت لهمش حاجة، ولا كنت اصلا كلمتهم ولا كنت اصلا كلمتهم ولا اي حاجة. وكان قاعدين خالص انا وصاحبتي اللي جنبي. قلت للميس، اصلا كان الكلام ده في السنة اللي فاتت، كان معانا مستر كده ما شاء الله عليه دخلنا سنتين بجد. فمش مهم، ده مش موضوعنا. سارة مسكت لها يا مش عارفة ايه، انا ما بحبكيش وبكرهك وكل ده. حنين كانت قاعدة بتملي سارة، يا انا يا انتي يا مش عارفة ايه، يا تي 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 تن 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 تن، وقاعدة تلوك كتير. انا بجد مسكت الورقة كرمشتها ببعضها وحدفتها عليا، جت على التختة بتاعتي وجت على الكتاب. فانا مسكتها، معرفش بقى كنت ايه، يعني انا كان جنبنا هنا صف ولاد وانا كنت قاعدة في النص اول تختة، وهي كانت قاعدة هنا تالت تختة. مش عارفة هي حدفتها لي ازاي اصلا، جت من فوق دماغي على الكتاب بتاعي، كانت فاضل لها تكة وتقع في الارض والميس تقفشها. مش عارفة، كانت الميس اصلا كانت في اخر الفصل واحنا كنا في اول الفصل، فالميس ما خدتش بالها. فاحنا بقى كنا حاجة بتطير، فاحنا كنا قاعدين بقى قاعدة انا وصاحبتي ماسكين كتبنا وقاعدين مركزين في حصة العربي، ريلاكس خالص. وبعدين بجد هي حدفت لي الورقة كده، فانا ما اهتمتش، فكرتها حد كان بيحدف في الباسكت يعني عادي يعني، فما اهتمتش. ندهت عليا بتقول لي اقري الورقة، قلت لها في ايه؟ قالت لي اقري الورقة. قريتها، فتحتها كده قريتها، كانت ورقة كبيرة، كانت حجمها كده مثلا كده، ده عرضها وكانت قاعدة تكتب. فانا بجد
يعني انا ما كنتش فاهمه هي عملت ازاي. قعدت تكتب لي يا مش عارفه ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه. قلت للميس ثانيه واحده، قلت للميس معلش يا ميس هقطعك ثانيه واحده. قالت لي في ايه؟ كانت الميس دي بتحبني جدا. قالت لي في ايه؟ قلت لها يا ميس ديت عملت لي كذا 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 وكتبت لي ديت كذا كذا كذا. قالت لهم تعالوا انتوا الاثنين، وقالت لي نزل لي الورقه ديت للاخصائي. مسكتهم هما الاثنين كده، قلت لهم تعالوا. ساعتها بقى احنا كنا في الترم التاني. الترم الاول احنا ما كناش صحاب. الترم الاول بقى كانت بنت اللي اسمها رودينا اللي قلت لكم عليها ديت كانت عملت شويه حاجات خلتني جريئه، وقعدت معايا بقى كده، ورودينا شهدت معايا. احنا عندنا ايه بقى؟ قلت للميس يا ميس احنا كنا في حصه العربي وحكيت للاخصائيه كل حاجه. قلت لها احنا كنا في حصه كذا وكذا 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 وكذا، وهي حذفت لي الورقه دي. قالت لي طب اطلعي انت مالكيش دعوه. لقيت حنين طالعه ورايا. قلت لها وانت طلعتي ليه؟ قالت لي اصل انا مش انا اللي كاتبه الورقه دي ساره، وانا اللي ممليه ساره اللي هي اللي تكتب. قلت لها طب ما انت المفروض برضو تاخدي استدعاء ولي امر او اي حاجه. قالت لي معلش الاخصائيه رايها كده. وانا ساعتها طلعت الفصل ولا اهتمتش بيها خالص. فانا ايه بقى قلت خلاص مش مشكله. لقيت ساره طالعه بتعيط الفصل، قلت لها في ايه؟ قالت لي مالكيش دعوه. قلت لها ماليش دعوه ماشي، تلاقيكي خدت الفصل اسبوع ولا حاجه. راحت قالت للميس وانا سامعاها، قالت لها يا ميس ديت حنين هي المليان. قالت لها ما انت اللي غلطانه، انت بتكتبي لها ليه اصلا؟ عشان حنين عارفه ان هي مش شاطره في العربي. ف قمنا جايين بقى كده وطلعوا من البتاعه ديت زي الشعره من العجين. بجد يعني انا مش فاهمه هي بتعمل كده ليه. يعني انا كنت لحد دلوقتي انا وحنين اتصاحبنا وبقينا اعز صحاب. بجد انا بحبها جدا، وساره لسه على ما هي. بجد يعني انا مش عارفه ساره اصلا هي في حته تانية اصلا. ساره ديت بجد انا بكرهها كره مش طبيعي. بس يكون انتهى فيديو النهارده. لو عجبتكم القصه ما تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا على كلمه اول عشان يظهر لكم كل جديد. وبس، باي باي.